السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم جرب مع صالحه. بمناسبه قرب حلول شهر رمضان الكريم، الله يدخلوا علينا بالصحه والهنا ومغفره الذنوب ان شاء الله. اليوم غندير معكم واحد المعسله رمضانيه سهله بزاف ومقادير بسيطه في متناول الجميع ان شاء الله. ودابا بقى ليا غنقول لكم فرجه ممتعه وتبعوا معايا الفيديو للاخير. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو ان شاء الله، عندي 2 كيلو ديال الدقيق الخاص بالحلويات. عندي هنا الخل، غنقول لكم شحال الكميه اللي غنستعمل ان شاء الله في العجين. عندي 500 غرام ديال الزبده ديال العبار ذوبتها. عندي 2 بيضات. عندي خميره الحلويات 7 غرام. وعندي كاس العنبه ديال الزيت. ودابا غندوزو ان شاء الله للطريقه. غنبداو على بركه الله. اول حاجه غنديروا الدقيق، سبق لي غربلته. غنزيد عليها واحد الزا او خميره الحلويات 7 غرام. دابا غنضيفو 2 بيضات. غادي نضيفو 3 المعالق ديال الخل. نخلطو شويه في الوسط. ودابا نضيفو الزبده والزيت اللي خلطناهم. ودابا غنبقاو نبسو العجينه ديالنا، ندخلو فيها المكونات بهذه الطريقه. صافي العجينه ديالنا من بعد ما بسيناها مزيان. دابا غنبداو نضيفو الماء بارد ديال الروبيني، غير شويه شويه وتجمعوا. غير واحد الملاحظه بالنسبه للخل، استعملوا الملاعق الكبار، 3 المعالق كبار. نحاولوا نجمعوا بهذه الطريقه، كنجمعوا كنضيفوا الماء. نحاولوا نجمعوه بيدينا بهذه الطريقه. ها هو القوام ديال العجينه ديالنا من بعد ما جمعناها، رطبه بهذا الشكل. وبالنسبه للكميه ديال الماء اللي هزات لي، درت جوج كيسان ونص بهذا العبار ديال كاس العنبه. وبالنسبه للغرامات غنقول لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. ودابا نغطيو العجينه ديالنا بواحد الميكا او السلوفان اللي بغيتو، وندوزو ان شاء الله للتشباك. دابا غنبداو على بركه الله. هزيت واحد القطعه من العجين بهذا الشكل. بسم الله. بالنسبه للطكراس ديال الكريوش كيجي شويه رقيق على الشباكيه. ها هو العجين ديالنا من بعد ما كملنا الطكراس. بالنسبه للسمك ديالها كيجي بهذا الشكل. ودابا غندوزو على الجوانب، غندوز عليهم هاد القطاعه. نحاول ما امكن نعدلوهم. غنجيبوها مع الطرف ديال العجين وندوزو الجراره ديالنا بهذا الشكل. نحاولوا نضغطوا عليها شويه. الا جات لكم مثلا ما كتقطعش او ما دوزتوش عليها مزيان، ممكن ندوزو الناعوره ديالنا او الجراره التقليديه بهذا الشكل. نقلعوا الزوائد كاملين. صافي من بعد ما قلعت الزوائد ديالي كاملين، دابا ان شاء الله غندوزو للتشباك. غنهز واحد الشريط الاول، عندي 1 2 3 4 5 5 الاشرطه. غنهز الشريط الاول، نحط الثاني، نهز الثالث، نحط الرابع، نهز الخامس. المهم 3 الاشرطه غيكونوا في يدي بهذا الشكل، وجوج هنا.
دابا غنقلبوا الشباكيه ديالنا او الكريوش بهذه الطريقه ونسدو مزيان. غير واحد الملاحظه، راه التشباك ديالها شويه غيكون مختلف على الشباكيه، باش العجينه ديال الشباكيه كتبقى واقفه شويه وهذه مرخوفه. حاولوا نصايبوها ونشدوا الاطراف بهذا الشكل. دابا غنعاود معكم الطريقه. غنهز الشريط الاول، نحط هذا ونهز ونحط بحال هزيت 3. نجيب هذا الطرف غنلصقو مع هذا، غنضغط باش ما تحليناش من غنقليو مزيان. غنقلبوها على سطح العمل. طلقوا يديكم وضغطوا على الجوانب. صافي، من بعد ما سالينا التشكال ديال الكريوش دابا غندوزو للقلي. غير هو خليوه حتى تكملوا الكميه ديالكم كامله ودوزوه باش غير شويه يتشمع وتقليوه. دابا ان شاء الله غندوزو، غنجيبوا الطاوله اللي غتدخل في الزيت. بسم الله. غنديروا الكميه صغيره وصافي ونديروها في الزيت. الزيت تكون سخونه بهذه الطريقه. ونحطوا الكريوش ديالنا. النار في الاول كتكون مجهده، غير بدا يتحمر شويه نقصو باش ما يتحرقش، باش يطيب مزيان. ها هو الكريوش دابا بدا كيتحمر. دابا نقصت عليه النار باش ما يتحرقش. بالنسبه للكريوش ما كيديش الطياب بحال الشباكيه، خفيف دغيا كيطيب. ها هو اللون اللي بغينا، يكون غير ذهبي وصافي ما يتحمرش. دابا ان شاء الله غنديروه في العسل. دابا غنخليوها تشرب العسل مزيان. دابا غنستمر نقلي الكميه ديالي حتى نكمل ان شاء الله ونوريكم طبق التقديم. ها هو الطبق الاخير ديال الكريواش، وها هو الشكل ديالو كيف كيجي. وبالنسبه للتشباك ممكن ديروا الشكل اللي يعجبكم، والمذاق كذلك كيجي زوين ومختلف على الشباكيه. اللي بغى مثلا يجرب الشباكيه ديال اللوز والجنجلان غادي تلقاو الرابط على الفيديو ان شاء الله، وكذلك الرابط ديال فيديو العسل. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، كتجي هشيشه ورائعه. ودابا بقى ليا غنقول لكم فرجه ممتعه للجميع، وعواشركم مبروكه الى فيديو اخر ان شاء الله.